بنفجر فيا. مش عايز يسمع الايه. ماذا قال لك؟ ها؟ ماذا قال؟ كلام كتير، وقعد يزعق ويعمل مش عارف ايه، وما تجيبش سيره الانسحاب ده اطلاقا يا سياده الرئيس. ده مش انسحاب، ده اسمها مناوره بالقوات. ما فيش مناوره بالقوات ولا فيش انسحاب، ما فيش عسكري انسحاب. انا اقدمك للمحاكمه اذا جبت سيره الانسحاب دي. في هذا الوقت يجي لك الشريط بتاع الاستقاله ده بقى. جالي في دماغي شريط، ايه ده؟ هيودوا البلد في داهيه. انا اقدم استقالة ده في نفسي بقى، في نفسي. الله، طب وبعدين ده انا احضر عصر الانتصار والفرحه، وبعدين في اول ازمه اسيبهم وامشي؟ مش ممكن. يعني بكلم نفسي في هذا الموضوع. في مركز العمليات اضطر الشاذلي إلى الانتظار أمام باب أغلق دونه، إلى أن قرر السادات إرسال لواء إلى منبع الثغرة في الشرق. اليهود رافضينه، عندهم فرقة اسمها فرقة برين ماندلر، أظن ماندلر برين، ألبرت ماندلر. وهي فيها 3 ألوية مدرعة. شافوا اللواء بيتحرك، طلع من المظلة بتاعة الدفاع الجوي كمين مثالي زي اللي بيتكتب في الكتب، عشان نسمع لواء واقف قدامه علشان ايه؟ يصده، واللواء التانيين جاي من الايه؟ من الخلف من الاجناب، وضربوا اللواء، دمروا اللواء. من المسؤول عن هذا، عن تدمير هذا اللواء؟ هل هو قائد اللواء ام قائد الجيش ام القائد الذي امر بخروج هذا اللواء في مثل هذه الظروف السيئة؟ هناك أسرار شديدة لو عرفها الشعب سيعيد كتابة تاريخ مصر وتاريخ حرب أكتوبر 73. أصيب قائد الجيش الثاني بأزمة قلبية، وبكى دموعا قائد الجيش الثالث. ما أغلاها وأجلها دمعة قائد ميداني لم تكتمل فرحته. والله كثير المواقف اللي أبكتني. منها مثلا وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية، العملية التصحيح عايز تصحيح تنظيمي أولا، تنظيم، وبعدين نشوف حتى لا تتكرر هذه الأحداث. أنا أخشى ما أخشاه، إن لو دخلنا حرب أخرى وهذه الحقائق لم تعرف للقادة والجنود وللشعب، إن تتكرر هذه الأخطاء.